هنا بقى سؤالي للأهلاوي الجميل، هل انت لسه زعلان ان مصر اتظلمت قدام الارجنتين؟ وهل انت دلوقتي ما بقتش مستغرب ان كان لازم ان الارجنتين اللي تعدي عشان السبونسر وعشان ميسي يوصل النهائي عشان الاعلانات والفلوس؟ يعني نفس الكلام بيحصل في افريقيا، وانا مع زيادة عدد الاندية في افريقيا لنجاح البطولة، لان اسم الاهلي لوحده براند. انا كراجل زملكاوي مش مضرور اطلاقا ان الاهلي يخش دوري الابطال. حفلنا على بعض وهزرنا ونكتنا ان الاهلي رايح الكونفدراليه، ويكفي ان انت طلعت تالت الدوري بعد كل اللي حصل ده. تشارك ازاي في افريقيا؟ الناس كلها عارفه والناس كلها شايفه. مبروك ان انت قدرت تشارك في افريقيا، او مبروك ان انت هتقدر تشارك في افريقيا، لان القرار لسه ما بقاش رسمي. ولكن لما يبقى رسمي، مبروك ان انت تشارك في افريقيا وانت تالت الدوري. مبروك ان في السنه اللي تم فيها زياده عدد الانديه كنت انت تالت الدوري. حاجه انت هتفخر بيها ان هم زودوا عدد الانديه وانت تالت الدوري. حاجه تشرفني ان انا اول الدوري ومشارك في افريقيا وانت تالت الدوري ومشارك في افريقيا. وزياده عدد الانديه هيبقى في مصلحتي ومصلحتك ومصلحه بيراميدز عشان المنافسه الثلاثيه للمقاعد الافريقيه السنين اللي جايه. مبروك عليك وصولك لافريقيا. حاجه ما تضايقنيش خالص، والنكش اللي ما بيننا بتاع الكونفدراليه او غيرها، انا سنين بلعب في الكونفدراليه، رديت لك سنين تحفيلك عليا في وصول الكونفدراليه. في ظرف شهرين بس عرفت اخد حقي منك، حتى لو انت مش مشارك في الكونفدراليه السنه اللي جايه.